مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية استهلها بالعناوين. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا. دعوة لمراقبة الآفات الزراعية المترحلة. أوضاع جيدة للمزارع في عرزة. قوات صينية تتوجه إلى روسيا للمشاركة في مناورات عسكرية. أردوغان يحذر من مخاطر تشيرنوبل أخرى. سقوط عدة قتلى وجرحى في فرنسا وإيطاليا والنمسا إثر عواصف عنيفة. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت في الإقليم الأوسط اليوم أظهرت إصابة 3 مواطنين من ميتمناي وعداق حموس وصنعاء بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي 15 مريضا في الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,149، شفي منهم 10,017 وتوفي 103، فيما يتلقى 29 مريضا الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 19 من أغسطس 2022. دعت وزارة الزراعة لتعزيز المراقبة من إمكانية ظهور الآفات الزراعية المرتحلة، خاصة دودة الحشد والجراد في معظم أرجاء البلاد مع وجود الأمطار الغزيرة. وأوضحت وزارة الزراعة بشأن دودة الحشد التي ظهرت في مساحة 100 هكتار في الإقليم الأوسط إن الخطوات السريعة وهطول أمطار غزيرة مكنت من السيطرة على الآفة الزراعية. وذكر سكان قريتي وكدوبة وعد حموشته التي ظهرت فيها الدودة إن الآفة الزراعية تم السيطرة عليها في وقت قصير لتضافر جهود السكان وخبراء الزراعة وتوفير المبيدات الكافية دون إحداثها للأضرار في المزارع والمراعي. وأفاد خبير الزراعة في مكتب الإقليم الأوسط السيد برخت جيلة والسيد ناردوس سرعي أن تقديم المكتب المركزي لوزارة الزراعة تحذيرا مسبقا ووفرة المبيدات ساعد على إنجاز المهمة سريعا. من ناحية ثانية، حذرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو في تصريح أصدرته في 11 من أغسطس إن هطول الأمطار الجيدة التي تهطل في منطقة الساحل من موريتانيا إلى إريتريا قد يخلق أوضاع ملائمة لتكاثر الجراد الصحراوي. وأشارت وزارة الزراعة إلى أن الظهور المحدود للجراد في منطقة كسل السودانية واليمن يستدعي القيام بالمراقبة والمتابعة في مناطق تكاثر الجراد في البلاد. وناشدت المواطنين عامة والمزارعين خاصة إبلاغ أقرب مكتب لوزارة الزراعة أو الإدارة سريعا في حال ظهور دودة الحشد أو الجراد في محيطهم. ذكر مسؤول الزراعة في مديرية عرزة سيد محرة رأيه إن مزارع الذرة والبقوليات والبذور الزيتية المزروعة في مساحة 15,000 هكتار توجد في وضع جيد لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة من 7 من شهر يوليو المنصرم. أوضح هطول أمطار بمعدل 490 ملم في شهري يوليو في نقطتي عرزة وميدمة، وقد نمت المزارع جيدا. وأشار إلى توسيع زراعة نوعين من بذور الدخن والقمح بعد إجراء التجارب عليها العام الماضي وتحقيقها لنتائج مرضية. وأفاد المزارعون إن المزارع تنمو جيدا وبطريقة مبشرة للهطول المستمر للأمطار لمدة 2 شهرين، مطالبين لتوسيع توزيع البذور المحسنة وتوفير المبيدات الحشرية. أحدثت الأمطار الغزيرة التي هطلت في 16 من أغسطس في مديرية شامبوكو الأضرار في المنازل والسيارات، وانهارت عشرات المنازل جراء الأمطار التي بلغ معدلها 56 ملم، وانجراف شاحنتين في خور مايلان بالسيول. وتتسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل في مختلف مناطق المديرية في اقتلاع الأشجار على ضفاف الأودية. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية.
أعلنت الصين أنها سترسل قوات إلى روسيا للمشاركة في المناورات العسكرية السنوية فوستوك التي ستجري في الفترة ما بين 30 من أغسطس الجاري والخامس من سبتمبر القادم، موضحة أن الهند وبيلاروسيا ومنغوليا وطاجكستان ودولا أخرى ستشارك أيضا في تلك التدريبات. وترتبط بكين وموسكو بعلاقات دفاعية وثيقة، وأعلنت الصين أنها تريد دفع العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى في وقت تواجه موسكو عقوبات دولية وإدانات واسعة بسبب الحرب في أوكرانيا. وتعتبر هذه ثاني تدريبات عسكرية مشتركة تجريها القوات الصينية والروسية في 2022، فقد أجرت قاذفات قنابل من البلدين تدريبات استمرت 13 ساعة قرب اليابان وكوريا الجنوبية في مايو، ما أجبر هاتين الدولتين على إرسال طائرات مقاتلة. شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على دعم بلاده لأوكرانيا، مبديا قلقه من خطر حصول كارثة تشيرنوبل الأخرى، في إشارة إلى الأخطار التي تحوط بمحطة زابوروجيا النووية. وصرح أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ليفيف بأوكرانيا: في وقت نواصل جهودنا من أجل حل، كنا وسنبقى إلى جانب أصدقائنا الأوكرانيين على حد تعبيره. وأوضح الرئيس التركي أن القمة الثلاثية تطرقت أيضا إلى مسألة تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا. وأشار زيلينسكي إلى أنه ناقش مع نظيره التركي مسألة تصدير الحبوب والوضع في محطة زابوروجيا النووية. وكان إردوغان قد التقى نظيره الروسي في 5 من أغسطس الجاري في مدينة سوتشي الروسية. ضربت عاصفة عنيفة وغير متوقعة جزيرة كورسيكا الفرنسية الواقعة في البحر المتوسط، ما تسبب في مقتل 6 أشخاص على الأقل، بينهم فتاة، فيما يتوقع خبراء الأرصاد مزيدا من سوء الأحوال الجوية. وقال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إنه دعا إلى اجتماع طارئ للحكومة عبر تقنية الفيديو للتصدي للأزمة. وفي إيطاليا قتل شخصان وأصيب 50 بجروح جراء عاصفة اقتلعت أشجارا في توسكانا، بحسب ما أفادت سلطات المنطقة الواقعة في وسط البلاد. وفي النمسا أدى سقوط أشجار إلى مقتل 5 أشخاص في حادثين منفصلين، حيث وصلت العواصف التي ضربت السواحل الشمالية للبحر المتوسط في وقت سابق إلى الدولة الواقعة في جبال الألب. توقفت شبكة النقل في لندن إذ نظم عمال القطارات والحافلات إضرابات بسبب الأجور وظروف العمل في أحدث إضراب في صيف شابته النزاعات العمالية، فيما يؤثر التضخم الذي تجاوز 10% على قيمة الأجور. وقالت هيئة النقل في لندن إن جميع خطوط مترو أنفاق وقطارات لندن توقفت كليا أو جزئيا، كما تعطلت العشرات من خطوط الحافلات في غرب المدينة. وأضرب عشرات الآلاف من العمال من شبكة السكك الحديدية الوطنية الأوسع نطاقا عن العمل، ويخططون لإضراب آخر. وعانى المسافرون في مختلف أنحاء البلاد بالفعل من الاضطراب الناجم عن إضرابات السكك الحديدية هذا العام، التي نظمتها النقابات التي تطالب بأجور تناسب بشكل أفضل تكلفة المعيشة المرتفعة الناجمة عن التضخم الناتج عن أسعار الطاقة. ختاما سادتي لنشرة أخبار هذا المساء تذكير بالعناوين. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. دعوة لمراقبة الآفات الزراعية المتناقلة. أوضاع جيدة للمزارع في عرزة. قوات صينية تتوجه إلى روسيا للمشاركة في مناورات عسكرية. أردوغان يحذر من مخاطر تشيرنوبل الأخرى. وسقوط عدة قتلى وجرحى في فرنسا وإيطاليا والنمسا إثر عواصف عنيفة.
انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.